العديد من الفاعلين السياحيين على المستوى الوطني. طبعا مجلة نادي الصحافة تواصل في شخص عبد الرحيم عاشير توزيع هذه الجوائز مع الطاقم الإعلامي والإداري طبعا. وقمت بهذه المناسبة نشكر مرة أخرى اللجنة المكونة واحد الإخوة من الإعلاميين وبعض الفاعلين السياحيين على المستوى الوطني، كنتنزل لهم جزيل الشكر، واللي كان الانتقاء ديالهم انتقاء صائب وفي محله. هذا العام نقول سبق لنا الحمد لله جينا مدينة مراكش، ثم وعطينا وتوجنا واحد المجموعة من الفاعلين، ثم انتقلنا من بعد مراكش مباشرة إلى أصيلة، ثم بعد أصيلة كان لقاء مع الفاعلين السياحيين بشفشاون. طبعا مدينة شفشاون اللي حضرنا فيها كذلك واحد المجموعة من الفاعلين، ثم الآن نحن بين مدينة طنجة وتطوان. وبالمناسبة تم تتويج مؤخرا المدير الوكالة الحضرية بتطوان السيدة ياسين العلامي. معنا اليوم أحد رموز السياحة على المستوى الوطني واللي معروف الأستاذ صلاح شاكور. مرحبا بك. بارك الله فيك. تنشكر السي عبد الرحيم عاشير على هذه المبادرة اللي قام بها لتسليم هذه الشهادة التقديرية لاعتراف المجهودات لجميع الفاعلين في الميدان السياحي والفندقي، وهذه المبادرة يشكر عليها وأتمنى له التوفيق وأن تستمر نفس هذه المبادرات في هذا الميدان إن شاء الله. والسلام عليكم. طيب قبل ما نختم كاين نقطة أخرى السي الدكتور، هذا النوع ديال العمليات ديال التتويج طبيعة الحال ديال الفاعلين السياحيين الاستمرار ديالها اشنو تيتطلب في نظرك؟ كيتطلب فعلا مجهودات كبيره، وكيتطلب تكون جديه في انتقاء المتوجين على الصعيد الوطني، ويكون اعترافا كذلك من طرف المتوجين بالمجهودات اللي كتقوموا بها. إذا تنشكرك، وبهذه المناسبة تنشكر الإخوان، وللإشارة أن أول متتوج على مستوى مدينة طنجة هو الأستاذ الدكتور صلاح شاكور. صلاح شاكور غني عن التعريف، عنده تجربة كبيرة وعنده واحد المكانة كبيرة طبعا الحوت، وفي نفس الوقت تم الاستشارات ديالو كذلك. وكنتمنى التوفيق وإلى اللقاء في فرصة قادمة.